السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش نسمعوا شوية الزعيم الرئيس قيس سعيد شنو حكى، ونرجعوا كالعادة نحلوا شوية كلامه. ولكنني سأبدأ بنكتة. بعد شارلي شابلن حان الوقت للوريل وهاردي. وربما تذكرون أو بعضكم يذكر دي أغنية في بداية كل فيلم. أنا لوريل وأنت هاردي، أنا الكبير وأنا الطويل وأنت الصغير. سيداتي سادتي، بهذه الروح، روح الطويل والقصير والكبير والصغير، لا يسعنا ولا يمكننا أن نذهب إلى عالم أفضل. سيداتي سادتي، نحن لسنا صغار. أي نعم، نحن لسنا صغار، وتونس ما هيش صغيرة. تونس بشبابها، تونس بالأدم غالي عنا، تونس بكفاءاتنا. واليوم تونس ملف الطاقة، تونس عندها أخطر ملف في العالم. واليوم باش نكونوا احنا الأقوياء. اي نعم، واحنا أقوى من الاتحاد الأوروبي ومن أقوى من أوروبا معناتها الكلها. على خاطر اليوم أوروبا راهي باش تمشي وباش تتيح تولي تلحلح بينا، وأن باش نعطيوها شوية إلكتريسيتي، شوية ضوء من الطاقة متاعنا، من الصحراء متاعنا. اليوم في خضم الحرب اللي صايرة بين أوكرانيا وبين روسيا، اليوم الأوروبا الكل مهدد، وأنه معناتها يجم في دقيقة في ثانية تكون ثلث ولا أكثر من ثلث متاع الأوروب ما عندهمش أنبوبة تشعل. يعني تحب ولا تكره، احنا كنا ديما الأقوياء، لكن الحكامنا هما اللي جعلوا منا ضعفاء وخلاونا ضعفاء قدام العالم، على خاطر كانوا يقراوا مصالحهم هما، ما يقراوش مصالح الشعب. وكما بعد قالها الرئيس، وقال اللي معناتها الشمال والجنوب متاع العالم، معناتها الشمال يحكي على الغرب، والجنوب كيفاش كان الشمال معناتها يفك في ثروات الجنوب. واليوم بقدرة ربي الجنوب هو اللي باش يغلب، والجنوب هو اللي باش يكون أقوى في العالم.